Morocco. Morocco. Algeria. Tunisia. La Tunisie. مدينة سطيف هي مدينة عربية جزائرية، وتعد العاصمة الاقتصادية، وتحتل المركز الثاني من حيث عدد السكان بعد العاصمة. تقع في هضاب الجهة الشمالية الشرقية للجزائر، في جنوب جبال الأطلس التلي، وتشرف على هضبة جبال مغرس وبابور. سمح لها موقعها بأن تكون العاصمة الاقتصادية للجزائر. في عام 105 قبل الميلاد دخلها الرومان، واستمروا في حكمهم لها حتى عام 42 ميلادية. في أواخر القرن الثالث للميلاد أصبحت مدينة سطيف عاصمة لموريتانيا الطائفية. وفي العام 429 ميلادي غزاها الوندليون وحكموها حتى عام 539 ميلادية. شهدت المدينة أيام الحكم العثماني اهتماما كبيرا، حيث ازدهرت بالعمران والتطور، كما أنها شهدت في حكمهم عدة معارك كبيرة بين باري قسنطين وباري تونس. بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، احتلت المدينة بقيادة الجنرال غالب في العام 1848 ميلادية. وفي العام 1918 ميلادية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، رجعت إلى المدينة الأهمية الاستراتيجية بعد أن جعلها الاحتلال مركزا لسيطرته وبسط نفوذه على المناطق كافة. في العام 1938 ميلادي اكتسب سكان المدينة الوعي السياسي، وذلك بعد ظهور الكشاف الإسلامي الجزائرية وتأسيس الأحزاب السياسية الحديثة ذات الاتجاه الاستقلالي. يعتمد اقتصاد سطيف على قطاعات الزراعة وتربية المواشي والصناعة والسياحة، ومن أبرز معالمها السياحية حمام السخنة ومنطقة المهدية، وحمام قرقور وحديقة التسلية ومنطقة إكجان. من أبرز علمائها الرواية عبد العزيز غرمول، والشاعر عاشور فني. يدين معظم سكان المدينة بالدين الإسلامي. تشتهر المدينة بكثرة المساجد فيها مثل مسجد مالك بن نبي، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد بلال بن رباح الحبشي، ومسجد خالد بن الوليد، ومسجد أنس بن مالك.